السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تانية إعدادي، إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني كتير جدًا والله، يعني إحنا غِبنا كتير عن بعض بس معلش حصل عندنا شوية ظروف كده غصب عننا والحمد لله إن هي عدّت على خير. طيب أنا جاي لكم النهارده عشان خاطر نحل شوية نماذج منزّلاها الوزارة مهمة جدًا، وهي مهمة لسبب، عشان خاطر يعني أنت لمّا تيجي تراجع معايا فيها وتحل معايا كده تمام، طبعًا كده هابعت لك الPDF كده هتشوفه عندك وهنشتغل منه، بس إيه الفايدة منها الفيديو ده بالذات؟ إن حضرتك هتشوف شكل الامتحان اللي أنت هتمتحنه في آخر السنة، يعني أنت في اللجنة ده شكل الامتحان اللي إحنا هنشتغل بيه، فهمت قصدي؟ فده هيبقى فيه ميزة شوية إن أنت اتمرنت على شكل الامتحان، وفي نفس الوقت يديك إيه طمأنينة شوية، تمام؟ إن شاء الله بإذن الله تكون الامتحانات اللي فاتت عدّت على خير، والامتحانات اللي جاية كمان تعدّي على خير، والmath كمان يعدّي على خير عشان إيه؟ نخلص بقى يا عم أنا زهقت، يالّا بينا يا عم نبدأ، بلاش وجع قلب. طيب أول موديل عندي بيقول لحضرتك إيه؟ group 1 choose آآ عايزين بس نضبط الخط الأول عشان إيه الخطوط دي كبيرة أوي. معلش يا جماعة إحنا معطلينكم والله. طيب يالّا بينا بقى مع بعضينا. أول جروب عندي بيقول لحضرتك إيه، أنت عندك بالمناسبة مواصفات امتحان آخر السنة، أنت عندك 9 مسائل تشوز و7 مسائل مقالي essay. طيب فأنت ركز معايا بعد إذنك هنحل مع بعض كام حاجة صدقني هتفرق معاك، وبنسبة كبيرة جدًا ممكن تلاقي أسئلة لو مش بأرقام هتلاقيها بأرقام مختلفة، بس هتلاقي نفس الأفكار دي، اتفقنا؟ فركز معايا. يالّا بينا. اوعى تبصمج بس بالله عليك. بُص هو بيقول لك إيه، أول سؤال عندي بيقول لك the distance between the 2 points 4 و3 أهو ماشي 1 و7 equal كام؟ طيب أنا قانون الديستنس يا مستر المفروض أنا حافظه، إيه هو قانون الديستنس؟ أنا باعمل روت أهو بالمنظر ده كده x1 minus x2 باور 2 بلس y1 minus y2 باور 2 أهو. طيب ده كلام جميل جدا. يا مستر مين الx1 والy1 ومين الx2 والy2؟ أهو أدي x1 وأدي y1 وأدي x2 وأدي y2. أنت طبعًا دلوقتي لمّا تيجي تبُص للقانون هتيجي تقول لي الله! يا مستر أنا يعني عندي معلومة إن دي x2 minus x1 وy2 minus y1 الاتنين صح. يعني أنت صح وأنا صح، ما فيش أي مشكلة. طب يالّا بينا نعوّض، أنا هابدأ أعوّض كده في أي حتة فاضية هنا. يالّا بينا، أدي الx1 ب4 minus الx2 اللي هي بكام ب1 باور 2 بلس خُش على التانية يا باشا 3 minus 7 تمام؟ تحسبها تدّيك كام بقى؟ تدّيك 5 أهي. يالّا بينا اللي بعده. بيقول لك ايه the solution set of the inequality 2x smaller than or equal 8. طيب يا عم الموضوع سهل، انا هلاقي ايكويشن عادي جدا دي بالملتبلاي او اديها الناحيه الثانيه بالايه بالديفايد. الله ينور. فيبقى الاكس smaller than or equal 4. كلام جميل. انا قلت لك لما بق السمكه يبص الناحيه الثانيه، ده بق السمكه اهو تمام، هو مش باصص للاكس صح، كنت بقول لك ان انا باخد الرقم حلو الكلام وانفينيتي سوري باخد نيجاتيف انفينيتي والرقم نيجاتيف انفينيتي وايه والرقم تاني. لو بق السمكه مش باصص لي يعني مش باصص لحرف الاكس باصص الناحيه الثانيه كنت باخد نيجاتيف انفينيتي والرقم. طب اسالك سؤال، النمبر ده اللي هو 4 يعني تمام، ده يبقى كلوزد ولا اوبن؟ في علامه ايكوال زياده اهي تبقى كلوزد، لو ما كانتش موجوده كنت اخليها اوبن، فهتبقى نيجاتيف انفينيتي و4 اللي هي دي تمام. كلام جميل. بيقول لك ايه if the diameter of a circle is 6 سنتيمتر then its circumference equal كام؟ يا جماعه عشان خاطري وعشان خاطرنا كلنا وركز معايا في الكلام ده قوي، ما ينفعش حضرتك تبقى داخل الامتحان مش حافظ قوانين، انت كده بتهدر ما يقرب حوالي 3 مسائل في امتحانات في المقالي تمام، ده غير اللي تشوز طبعا، فانت كده بتفقد حوالي اكتر من تلت الامتحان تمام. فبالله عليك كده احفظها كده مع نفسك، اقعد اكتبها كذا مره في ورقه، مش تقعد تتمشى وتقعد تسمع تقول لي قانون الديستانس ايكوال روت اكس ماينس 1، انت كده عبيط كده انت عيان. لا انت المفروض يا معلم تعمل ايه؟ ورقه وقلم وتكتب القانون مرتين ثلاثه ثبت خلاص وتحل مسائل عليه طبعا. طيب يلا بينا. انا عندي الدايمتر يا جماعه ب 6، انا عندي قانونين للسيركمفرنس يا اما 2 باي ار يا اما باي دي، طبعا ده على حسب هو مدينا انهي واحد واشتغل بيه. طب هو مديني الدايمتر ب 6، يلا بينا يا باشا، يبقى انا هعمل باي تايمز ال 6 على طول، اعوض بالقانون التاني تبقى ايكوال 6 باي على اهي. كلام جميل. اللي بعده
A right circular cylinder has a radius ده الار وده الهايت. كلام جميل. بيقول لك عايز الفوليوم. يا جماعه الفوليوم بتاع اي شكل انت اتعلمت قبل كده، اي فوليوم بتاع اي شكل بيساوي ايه؟ البيز اريا، البيز اللي يعني القاعده اللي انت واقف عليها دي، تمام؟ تجيب الاريا بتاعتها ملتبلاي مين؟ الهايت. للاسف الكادر مش جايب اخر الحيطه، يعني كنت هوريك الهايت بيبقى عامل ازاي، اللي هو ارتفاع الحيطه. تمام؟ طيب ركز معايا. انا معايا الراديوس ومعايا الاتش، طبعا لازم تكون حافظ القوانين. البيز اريا يعني باي ار باور 2 باي اتش. ابدا اعوض، الباي تنزل. طيب الار بكام؟ ب 7. 7 باور 2 باي الاتش اللي هي 10. لما تيجي تحسبها تطلع معاك كام؟ اعتقد 490. من حقك تراجع ورايا، بس انا برضو كل مره افكرك ان دي ما بتغلطش. طيب تعالى معايا بقى. تاني واحده بيقول لك ايه؟ ده مين؟ بص، لما يقول لك ده ميدل بروبورشنال او ده مين، الاثنين واحد. الاثنين بالنسبه لي ايه؟ واحد. طيب لما يطلب من حضرتك عايز المين او ميدل بروبورشنال، بعمل ايه؟ روت الرقمين دول ملتبلاي بعض، ما بيهمنيش بقى بس، واحسبها على الكالكوليتر براحتي. طيب احنا ممكن نقول ان هي تبقى 144 تبقى بوزيتيف نيجاتيف 12. كلام جميل. اللي بعده a right prism whose square base. ركز معايا، انا عندي right prism البيز بتاعتي سكوير. حلو. السايد بتاعها 5 والهايت ب 6. انا عايز اللاترال سيرفيس اريا. يا باشا عندنا الاثنين. اللاترال سيرفيس اريا بتساوي ايه؟ بتساوي البريمتر اوف بيز ملتبلاي الهايت. ما تبقاش بصمجي، ما تحفظش كل شكل لوحده، افهم اي لاترال سيرفيس اريا بتاعت اي شكل 3 دي عند حضرتك هو عباره عن ايه؟ عباره عن بريمتر البيز ملتبلاي مين؟ الهايت. طيب تعالى معايا نعوض. هو ايه البيز اللي عندي؟ هو سكوير. حلو قوي. طيب البريمتر بيساوي يا جماعه في السكوير؟ والله يا مستر خدناها في ابتدائي ان البريمتر اوف سكوير ايكوال 4 تايمز السايد او 4 باي سايد، صح كده؟ طيب انا عندي السايد بكام؟ ب 5، يبقى انا هعمل 4 باي 5 كده، خلاص جبت البريمتر صح؟ ازود عليهم مين بقى؟ ملتبلاي الهايت، واحسبها على الاقل تدينا كام يا اخواتي؟ تدينا 120. يلا يا باشا. السؤال اللي بعده ده برضو مهم. بيقول لك ايه؟ بيقول لك the slope of a straight line which passing through point. تعالى كده نغير بقى، اكتب بالاحمر شويه. x1 y1 وx2 y2. ها قيس كام؟ طب تعالى معايا. الاسلوب يا جماعه بيساوي ايه؟ مستر قال لي y2 minus y1 over x2 minus x1. وابوس ايدك اوعى ايه تنوع لي، يعني تعمل لي y1 minus y2 over x2 minus x1. لا بص يا باشمهندس، ده قانون، ده صح 100%. طب يا مستر انا اتعودت برضو، في حد قالها لي قبل كده ان y1 minus y2 over x1 minus x2. انت كده مبدلهم، انت كده ماشي صح. اهم حاجه لو تبدا بالواي الاولى فوق يبقى تبدا بالاكس الاولى تحت. طب ابدا بالواي الثانيه فوق يبقى ابدا بالاكس الثانيه ايه؟ تحت. ربنا يستر. يلا بينا نعوض. اشتغل وما اخافش بقى. الاكس 1 بكام؟ ب 5، يبقى 5. لا سوري، الاكس 2 الاول. اصلا لا دي ولا دي، بطلوا برشام. اول حاجه عندي ايه؟ الواي 2 بكام؟ ب 3 ماينس الواي 1 بكام؟ ب 3 برضو. على الاكس 2 بكام؟ ب 4 ماينس 5. تحسبها على تديك كام؟ 0. كلام جميل قوي والله يا مستر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ if n of y equal 4 ماشي، والاكس ب 2 5. هو عايز ال n of x time y. طب انا واحده واحده يا عم، انا اكتب القانون الاول. n of x time y عباره عن ايه؟ هو عباره عن n of x تايم ال n of y. طب تعالى معايا، يلا بينا. ال n of x يعني هم رقمين صح؟ اهو. طب ال n of y كام رقم؟ 4. 2 باي 4 كام؟ ب 8. شكرا. يلا يا باشا على اللي بعده. قال لك ال f of x equal x بلس 5. هو عايز ال f of 2 بكام؟ يعني انا المفروض اشيل ال x واحط مكانها كام؟ 2. يبقى 2 بلس 5 equal كام؟ 7. انا بس عايز اعرفك حاجه بالمناسبه، ومش عفويه والله ولا اي حاجه، بس انا الفايل ده لسه يعني قدرت اشوفه او اقدر افتحه او اقدر ان انا اجيبه يعني، تمام؟ لسه من حوالي ساعتين والله العظيم. قمت اول ما قفشت النماذج دي قلت يلا نصورها، من ساعتين بالظبط والله. فانا زيك يعني، مش عارف اقيم الامتحان سهل ولا صعب، لسه هنشوف مع بعض. فانا بس لحد دلوقتي انا شايف ان الدنيا سهله وبسيطه. فبعد اذن حضرتك اهتم انك تحفظ قوانين. اهتميت تحفظ قوانين انت ضامن ان انت هتفرم الامتحان ده مع حل اسئله كتير. بعد اذن حضرتك ده اخر اسبوع في السنه كلها، وبعد كده تاخد الاجازه براحتك وتدلع نفسك ويا عم كده قشطه. يكش يتمر، ربنا يستر. طيب جروب 2 اول سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي answer the following questions. prove that
the points نيجاتيف A و B و C وال A بنيجاتيف 3 و 7 ال B ب 3 ونيجاتيف 2 ال C نيجاتيف 1 و 4 ار كولينير. خليني اقول لك بس سريعا كده يعني ايه كولينير. كولينير يعني المفروض ان انا عندي لاين سيجمنت كده او ال 3 بوينتس بمعنى اصح كلهم على نفس اللاين، ادي A ادي B ادي C. حضرتك دي عشان خاطر تقدر تثبتها هي اسهل حاجه خالص انك تجيب الاسلوب. يعني ايه اجيب الاسلوب؟ هجيب سلوب الاي بي والبي سي والاي سي. لو حضرتك جبت الثلاثه دول خلاص المساله بالنسبه لك اتحلت. لازم يطلعوا قد بعض؟ اه لازم يطلعوا قد بعض. طب تعالى معايا كده اهو، يلا بينا نفكر مع بعض. اول حاجه عندي اجيب سلوب الاي بي. طيب يلا يا باشا، ادي اكس 1 واي 1 ودي اكس 2 واي 2. اول حاجه اعمل ايه؟ واي 2 ماينس واي 1 يعني نيجاتيف 2 ماينس واي 1 اللي هي ايه 7 على اكس 2 اللي هي 3 ماينس نيجاتيف 3. كلام جميل لحد هنا. طيب تعالى نحسبها مع بعض. ادي فوق نيجاتيف 9 وتحت 6 تبقى نيجاتيف 3 اوفر 2 اهي نيجاتيف واضحه. انت جبت اول سلوب بكام؟ نيجاتيف 3 اوفر 2، يبقى لازم الباقيين يطلعوا برضو بكام؟ بنيجاتيف 3 اوفر 2. كلام جميل. يلا بينا هات سلوب البي سي اهو. هفضل الون لك واروق عليك اهو يكش يطمر. يا رب يا رب كلكم تقفلوا. ادي سلوب اوف بي سي. ماشي يلا بينا. مستر قال لي ادي هشتغل على البي والسي صح؟ يبقى انا كده المسميات هتختلف. امسح بقى واكتب مسميات جديده عشان ما الخبطش نفسي. ادي اكس 1 ودي واي 1 ودي اكس 2 ودي واي 2. مستر قال لي القانون اهو يا جماعه واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1. يلا بينا. واي 2 بكام؟ ب 4 ماينس واي 1 نيجاتيف 2 على اكس 2 نيجاتيف 1 ماينس 3. ارص كل الهبل ده على الاقل يدينا برضو كام؟ نيجاتيف 3 اوفر 2. خلي بالك لو واحده طلعت مختلفه يبقى انت حالل غلط، هتراجع اجابتك من اول وجديد. فركز كده وخليك راسي ومعلم. طيب تعالى معايا اخر حاجه نجيبها ايه؟ سلوب الاي سي. يبقى انا كده جبت كل السلوبات. يلا يا باشا ادي اكس 1 واي 1 ودي اكس 2 واي 2. يلا يا باشا اهي انا جاهز. واي 2 اللي هي بكام؟ ب 4 ماينس واي 1 اللي هي بكام؟ ب 7 على اكس 2 اللي هي نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 3. ارص الهبل ده كله على يديك كام برضو؟ نيجاتيف 3 على 2. بس كده خلاص. كده انت اثبت ان هم كولينير وتمشي. ما تحطش التاتش بتاعك ولا تقعد ترغي لي تقول لي سنس ان سلوب اي بي ايكوال اي بي. لا ما تكترش، هي كده حلو قوي. احنا كنا فاهمين ان انت فاهم خلاص شكرا. تمام. لما ترغي كتير ده غلط. بص معايا كده السؤال ده بيقول لك ايه؟ اسامبل نموذج اوف 40 ستودنت فروم ا سكول. احنا يا باشا عندنا مدرسه. حلو الكلام. قمت لميت 40 طالب وقلت له تعالى هنا اقفوا صف كده قدامي. يلا بينا. بيقول لك the table show the sport they prefer. انا عندي السبورت اهي وعندي النمبر اوف ستودنت. يلا بينا. الموضوع ما فيه ان انا جبت 40 طالب يا جماعه من المدرسه وقفتهم قدامي صف وقلت لهم يلا يا جماعه كم واحد بيحب الفوتبول؟ كم واحد بيحب الباسكت بول؟ كم واحد بيحب الفولي بول؟ كده. طيب اول حاجه بيقول لي طالب ايه؟ قال لي كمل لي التيبل. يا باشا عينينا الاثنين. تعالى. هو يا جماعه دلوقتي انا عايز اعرف كم واحد بيحب كره القدم. انا الباسكت هم 8 والفولي 13. طيب يعني انا لو عرفت دول كلهم على بعض كم واحد يبقى انا وماينس من التوتال يبقى انا كده جبت الايه اللي بيحب الكوره صح؟ تمام. يبقى انا هعمل 8 بلس 13 ايكوال كام؟ 21. حلو قوي. يبقى 40 ماينس 21 تطلع بكام؟ 19. يبقى انا كده عندي 19 واحد بيحبوا ايه؟ الكوره. عملت ايه يا مستر تاني؟ انا جمعت الباسكت بول، جمعت كل حاجه وماينصت من التوتال بس. 8 بلس 13 21. رحت عامل التوتال ماينس الرقم اللي انا عملته ده. 40 ماينس 21 كام؟ 19. طب يلا بينا. بيقول لك تاني حاجه ايه كده؟ خلاص اول حاجه خلاص. تاني حاجه طالب ايه؟ probability of student prefer او prefers volleyball. حلو قوي. مين بيحب الفولي بول يا جماعه؟ اهو 13 صح؟ يبقى 13 اوفر التوتال اللي هم كام؟ 40. الله. طيب اللي بعده بيقول لك expected number of basketball player out of 200 student. بيقول لك انا بقى لو لميت 40 طالب واكتشفت ان في 8 بيحبوا الباسكت بول. طب افرض انا لميت 200 طالب ايه اللي هيحصل؟ تعالى بقول لك هنحسبها ازاي. بص يا معلم. اول حاجه انا بكتب عادي ال 8 اوفر التوتال اللي هي 40 ملتبلاي ال 200 بس كده واحسب. دي هتروح مع دي. تحسب انت بالقلم مالكش دعوه، يعني احسب بالقلم مالكش دعوه بيانا.
دي هتطلع 4 في 20 تبقى 80. لا 2 في 20 تبقى 40. سوري، وراجع ورايا يا ابني. الدنيا حلوه، انا مش شايف ان في حاجه صعبه. يلا بينا نكمل. الله، الرسمه الجميله بتاعتنا. بيقول لك ايه؟ اي بي سي ذا تريانجل سوري از رايت انجل تريانجل ات اي. بيقول لك الاي دي بربنديكولار بلا 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 بلا، ومدينا السي دي بكام والبي دي بكام، وعايز ايه؟ عايز الاي بي بكام وعايز الاي دي ده بكام. كلام جميل. والله يا مستر احنا واخدين 4 قوانين في الدرس ده، كان بتاع اكليديان ثيرم. عبيط قوي، تعالى كده نحلها. الاي بي كنت باجي اقول لك امسك معايا الاي بي اهو، ماشي؟ الحرفين دول مين فيهم ما عندوش 90؟ الاي ولا البي؟ ها، البي ما فيهاش 90 صح؟ امال انا عند البي كده ايه ليه؟ القريب ملتبلاي كل ده. حلو كده؟ بس تحت الروت اقول له كده، يبقى الاي بي ايكوال روت. انا بحب اكتب السايدز الاول، البي دي ملتبلاي البعيد خالص ده مين؟ بي سي. يلا يا باشا اعوض، يبقى روت 9 باي 16 ايكوال كام؟ 12 سنتيمتر. كلام جميل. عايز اجيب الاي دي. والله يا جماعه الاي دي ده ممكن تجيبه مليون طريقه، بس انا هجيبه بطريقه ثانيه اعدادي، مش هجيبه بالبايثاغورس، لا انا هجيبه بطريقه ثانيه اعدادي عادي، لانه سهل. الاي دي يا جماعه باور 2 كان بيساوي كام؟ مستر قال لي لما يكون عندي سايد في 290 من ناحيتين كده، يبقى انا بعمل ايه؟ بمسك النقطه اللي تحت دي كده اهو، سي دي ملتبلاي البي دي، اقول له كده. يبقى عشان اجيب الاي دي من مره واحده، من خطوه واحده على طول، بدل ما اجيب باور 2 بتاع وجع قلب، يبقى اي دي ايكوال روت 9 باي 16. دي تطلع ب 12. انا قفشت ان انا عندي غلطه. يا مستر ما تركز شويه يا مستر. يا باشا والله العظيم مركز، معلش، بس انا الواحد جاي فاهم على طول جري كده. تاني، مش انا قايل لك ان البي دي ملتبلاي البي سي صح كده؟ اهو. يبقى انا عندي 16 باي البي سي اللي هو كام؟ 25. تطلع ب 20. معلش يا شباب عندنا دي. في مشكله حد هنا يا جماعه؟ طبعا تكتب له سنتيمتر، تكتب له سنتيمتر، ويفضل تكتب له القانون تحت، ماشي؟ طيب يلا يا باشا. اف دي اي بارل بي سي. حلو الكلام. طيب والاي سي يا جماعه السايد ده كله هو اكبر من الاي بي. كلام جميل قوي. بيقول لك بروف ذات ان ميجر اوف انجل اي دي اي مالها اكبر من الانجل دي. طب واحده واحده. والله يا مستر دلوقتي انا عندي مشكله جامده جدا، الدرس ده ما اعرفش احله. بص يا باشمهندس، انا عايزك تهدى كده الاول وتسند ظهرك وتركز معايا. بص يا باشمهندسين، انا عارف حاجه مهمه جدا، ان انا عندي السايد الكبير قصاده انجل ايه؟ الكبيره. السايد الكبير قصاده الانجل الكبيره، والسايد الصغير قصاده انجل ايه؟ صغيره. طب تعالى معايا، لما نبص للتريانجل من بره، هو قال لي الاي سي ده الكبير، سيبك من السايد ده، انا ببص على التريانجل من بره اللي هو اي بي سي. الاي سي الكبير يا جماعه، الاي سي اصلا مين الانجل اللي في وشه؟ مش انجل بي؟ الله. طيب والاي بي ده الصغير، يبقى في وشه انجل سي، يعني انجل بي اكبر من انجل سي. في مشكله حد هنا؟ ده اول استفاده من اول جيفن اهو، اللي هو ده. طب تعالى بقى تاني، هو قال لك انا عندي فيه بارلل الدي اي اهو، بارلل بي سي. والله يا مستر هم بارلل، وانا شفت الرسمه دي قبل كده في اولى اعدادي. ايه هي؟ بيقول ان انجل سي ايكوال انجل اي، وانجل بي ايكوال انجل دي. طب هم ليه قد بعض؟ ليه دي قد دي واللي هناك دي قد اللي هناك دي؟ عشان خاطر هم كروسبوندنج بينهم حرف ايه؟ اف، صح كده؟ بس انا رسمه بطريقه معقده شويه. طيب يا مستر، طب واحده واحده، دول قد بعض ودي كبيره ودي صغيره، يبقى طبيعي دي الكبيره ودي هتبقى الايه؟ الصغيره. تعالى بقى نكتب الكلام ده يا باشا. نترجمه ازاي؟ اول حاجه قلت لك ان في سايد اكبر من سايد اهو، الاي سي اكبر من الاي بي، يبقى therefore انجل ميجر اوف انجل بي اكبر من ميجر اوف انجل مين يا غالي؟ سي. عظيم. طيب بعد كده اقول له تاني سنس ان انا عندي دي اي بارلل البي سي، ماشي؟ يبقى therefore measure of angle B equal measure of angle، لازم احددها دي بثلاث حروف بقى، A D E. طيب وميجر اوف انجل C equal measure of angle مين؟ A E D.
وتقول له السبب بقى عشان انت عيل شياكه، عشان انت عيل ايه؟ شياكه. ده حرف الايه يا جماعه، معلش بس هو معاق شويه. في مشكله حد هنا؟ طيب يلا بينا اللي بعده. هو انا قلت ان دول قد بعض، دول كورسبوندنج، وقلت ان الانجل ده اكبر من الانجل دي. ممكن اقول له دي 1 واقول له دي 2. فروم 1 و2 ما تتعبش نفسك اكتر من كده. هتقول له بقى ان الانجل ADE اكبر من ميجر اوف انجل AED. بس كده خلصت اللي هو عايزه. سؤال رخم مش هكدب عليك، بس يعني قشطه تتعود عليه يعني. طيب بص كده، في فيديو انا نزلته لحضرتك قلت لك عليه ايه هو بقى؟ ان لما تشوف عنوان معين من الحاجات دي يبقى انت هتعوض بقوانين معينه. بيقول لك ايه؟ A B C D are proportional quantity prove that ان ال A plus B over B equal C plus D over D. تعالى يلا يا باشا. مستر قال لي لما اشوف المنظر ده بعمل ايه؟ يبقى ال A على طول equal B K وال C equal D K. يلا بينا. في البروف يا جماعه انا محتاج اثبت صح؟ يعني انا مش هينفع اشتغل الاثنين مع بعض. يعني ادي حاجه ودي حاجه، لازم افصل كل حاجه لوحدها، لازم امسك الليفت لوحده والرايت لوحده. بس قبل اي شيء لازم ابص على الايه، مين اسهل. فاهم قصدي؟ يعني مين اسهل في الاثنين؟ انا شايف الاثنين زي بعض فابدا خلاص بالشمال اهو. يلا بينا. يبقى ليفت هاند سايد، اقول له A بلس دي الاول، انزله كده واحده واحده، A بلس B على B اهو. يلا يا باشا ابدا اعوض. الايه اشيلها واحط مكانها كام؟ اهي بي كي بلس بي على بي. يلا انا عندي حرف متكرر فوق، عندي حرف متكرر فوق اللي هو بي. يبقى مين جوه؟ كي بلس 1 على البي. هنطير البي مع البي يبقى كي بلس كام؟ كي بلس 1. في مشكله لحد هنا؟ خلاص انا خلصت. خش على اللي بعديها اللي هي الجنب الثاني رايت هاند سايد، وما تملش وانت بتحل. الاي السي بلس دي اوفر الدي. طب يلا بينا. السي بكام؟ بدي كي بلس الدي اوفر الدي. معلش يا جماعه بس عشان ايه الشاشه بتعلق معايا شويه. انا عندي حرف متكرر فوق حرف الدي. يلا بينا يا باشا ابدا خد الغياب. الدي والكي، انا عندي الدي بره يبقى كي ايه جوه بلس الدي بره يبقى ايه 1 جوه اوفر الدي. طير لي الدي مع الدي يا معلم يبقى ايه كي بلس 1. تقول لي الله ده الليفت قد الرايت، اقول لك الليفت قد الرايت. تكتب له كده بقى وتمشي كده. اتعشت قوي. في مشكله لحد هنا؟ ما اعتقدش يعني. مفيش اشيك من كده. سؤال رقم 15 بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك if x equal 0 1 و 2 3 وال y equal 1 2 4 6 9 ال r was a relation between x to y. قال لك ال x r او relate ال y means اهو. دي اهم حاجه عندي. شوف الرغي ده كله، ده اهم حاجه عندي اهو. x باور 2 equal y. طيب هو من الاخر عايز ايه؟ عايز الار في شكل الاوردر بير، ده اول حاجه. تاني حاجه عايز الدومين، تالت حاجه عايز الرينج. انا ما بخافش. هو قال لك يا باشا الاكس باور 2 ايكوال واي صح؟ يعني المفروض ان انا هعمل كل ترم للاكس هنا باور 2، الناتج الاقيه فين؟ في الواي. لو لقيته خير وبركه اقوم حاططها، ما لقيتهاش خلاص ايه مش هحطها. طب تعالى نجرب واحده واحده. اكس باور 2 يعني هعمل 0 باور 2. 0 باور 2 بكام؟ بزيرو. طب هل الزيرو هنا؟ لا، يبقى خلاص ده مش معانا. خش على اللي بعده. انا عندي ال1 1 باور 2 بكام؟ ب1. يلا بينا. ال1 موجود هنا ولا لا؟ موجود اهو صح؟ اهو. يبقى خلاص يبقى اكتب هنا 1 مع 1. طيب تعالى معايا خش على الاليمنت اللي بعده. 2 باور 2. 2 باور 2 بكام؟ ب4 اهي 4 اهي. يلا يا باشا مع بعضه. طيب 3 باور 2 يا جماعه بكام على الاله؟ اوعى تقول لي ب6. ب9 يا بيه. طيب طالما ب9 9 موجوده ولا لا؟ اهي يبقى 3 و9. طيب هو عايز الدومين. مستر قال الدومين ده بيبقى اول رقم اهو ال1 وال2 وال3. 1 2 3. طيب الرينج ايه؟ تاني رقم ال1 وال4 وال9. ادي 1 و4 و9. كلام جميل قوي والله، والله العظيم كلام تحفه. اخر مساله في موديل 1 عشان نبدا نخش على الموديل اللي بعده. بيقول لك find solution set in R of 3x minus 9 اكبر من ال 12. طب يلا بينا. اول حاجه النيجاتيف هتروح ايه؟ بالبوزيتيف. يبقى 3x اهي. 12 بلس 9 كام؟ 21. جميل. دبل تايم يروح بالايه؟
بالديفايد يبقى الاكس 21 ديفايد 3 7 يبقى الاكس جريتر ذان 7. مستر قال لي بق السمكه باصص لي، يبقى الرقم لحد الانفينيتي. الانفينيتي دايما اوبن وال7 هنا اوبن عشان ما فيش ايه علامه زياده تحت اللي هي الشرطه الزياده بتاعت الايكو. ده اول امتحان، موضوع سهل. ارجوك يا جماعه الامتحان ده انا بحاول انجز في الحل عشان انت لما تشوف الفيديو صغير تتحمس اكتر وتذاكر، فعشان خاطري ما تعديش اي حاجه. يعني مثلا ايه، انا مش فاهم دي قوي خلاص هلغيها يلا خش على المساله اللي بعدها، ده كده عته. وابوس ايدك ما تقعدش معايا تقعد تتفرج عليه انت بتاكل، ده عته برضه، ده انت كده مريض والله العظيم بجد. انت المفروض تبقى قاعد انت ماسك الفيديو فاتح قدامك ايا كان المصدر اللي فاتح منه الفيديو ده، تبقى قدامي كده شغاله قدامك كده وقاعد ماسك البي دي اف وقاعد بتحل معايا. احنا خلاص يا جماعه بلاش هبل بقى، واعمل لك قهوه ولا نسكافيه ولا سجاير ولا اي سوري ولا شاي ولا اي حاجه. ده ايه ده يا اخي؟ خش على موديل 2 يلا يا باشا. موديل 2 بيقول لك ايه؟ اول سؤال جروب 1 choose the correct answer. يلا بينا. قال لك if the point 5 y plus 2 belong للاكس اكسس. والله زي ما بقول لك كده اي معلومه فيها belong للاكس اكسس او اي بوينت تبقى belong للاكس اكسس لازم الواي تبقى بزيرو، لازم الواي تبقى بايه؟ بزيرو. يعني لازم كل دي كده ايكوال زيرو. يلا بينا. ادي y plus 2 ايكوال زيرو. بوزيتيف يروح ايه؟ نيجاتيف، يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 2. يلا بينا اللي بعده. The solution set of 3x minus 3 greater than or equal 6 in R. طب يلا يا عم انا هخاف من ايه؟ النيجاتيف يروح ايه؟ في البوزيتيف. الله، يبقى 3x بق السمكه يا جماله 6 بلس 3 كام؟ 9. اعمل ديفايد 3 تطلع الاكس greater than or equal كام؟ 3. طيب كلام جميل قوي. يلا الاكس اكبر من او بتساوي 3، انهي واحده فيهم تنفع؟ هي كلوزد واوبن للانفينيتي. اللي بعده بيقول لك ايه؟ الاي ب 4 و0 والبي ب 0 ونيجاتيف 3. يلا انا عايز اجيب الاي بي، ما بخافش. اجيب الاي بي ازاي؟ قانون الديستانس، انا حلت غيره بس انا بصراحه بقى مش هكتبه، يعني خلي عندك دم، انت المفروض تكون عارفه. يلا بينا. ادي اكس 1 ودي واي 1 ودي اكس 2 ودي واي 2. يلا بينا. باور 2 بلس وادي او باور 2. يلا اكس 1 واكس 2 يبقى 4 ماينس 0 يا جمالك. واي 1 ماينس واي 2 يعني 0 ماينس واعمل نيجاتيف 3 هنا في براكت كده. تمام؟ طيب اهو عشان بس اوضحها. تقول لي يا مستر انت في ايه يا مستر؟ انت كاتب ليه بخط صغير اهو يا اخويا. اهو ادي الزيرو ماينس نيجاتيف 3 اهو باور 2 تطلع بكام؟ تطلع ب 5 يونتس. طيب بيقول لك a right circular cylinder has base circumference 16 باي. الراجل ده بيقول لك ايه؟ انا عندي رايت سيركلر سلندر البيز بتاعتي دايره، البريمتر سوري السيركمفرنس او البريمتر بتاعها 16 باي. عشان خلي بالك كتب خارجيه وكتاب الوزاره السنه دي بيقول لك السيركمفرنس ده بالنسبه لي هو البريمتر بتاع الدايره. طيب هو فعلا صح يعني، بس هو كانوا دايما بيجيبوا الاسم ده بس اللي هو سيركمفرنس، فكان عمره ما قالوا ايه؟ بريمتر. يلا بس لو قال لك بريمتر تفهم ده برضو ايه؟ سيركمفرنس. ومديك الهايت. الراجل ده عايز الفوليوم. والله مستر علمني ان الفوليوم بيساوي باي ار باور 2 في اتش. الباي سهله تتجاب، الاتش معايا اهو، انا مشكلتي كلها في الار باور 2. حلو، يبقى اكيد هو حاطط لي دي عشان خاطر يرخم عليا، عشان خاطر اعرف اجيب الار. تعالى يا بيه، انا السيركمفرنس بيساوي ايه؟ 2 باي ار ايكوال 16 باي اصلي. الباي تروح مع الباي يبقى 2 ار ايكوال 16. اعمل ديفايدد 2 2 يبقى الار بكام؟ ب 8. كده معايا الار ب 8. يلا يا باشا عوض. يبقى باي ملتبلاي 8 باور 2 ملتبلاي الهايت اللي هو كام؟ 2 128 باي. طيب بيقول لك if the points A و B و C are collinear. انا لسه قايل لك من شويه collinear يعني لازم الاسلوب ايه؟ تبقى قد بعض، يعني اسلوب A B هو B C. طيب بيقول لك the slope of straight line passing through او which passing through نيجاتيف 4 و2 ونيجاتيف 3 و7. انا مش محتاج اي حاجه، اول واحده x1 وتاني واحده y1. ايه العاقه اللي احنا فيها دي؟ وعندي x2 وعندي y2. يلا يا باشا دي y2 اهي. يلا يا باشا ادي y2 ماينس y1 على x2 ماينس x1. يلا بينا نعوض. الy2 بكام؟ ب 7 ماينس 2 على نيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف 4. حلو قوي.
تحت 1 وفوق 5 تبقى 5. يلا بينا. بيقول لك لو الاي وال5 و25 ار بروبورشنال يا جماعه، انا قلت لحضرتك لما اجيب لك 3 قيم وقال لك ار بروبورشنال وسكت يبقى يقصد ان هي كونتينيوت بروبورشنال. حلو، يعني ده الفيرست وده الميدل وده الثيرد. الاي هي الفيرست، ال5 هي الميدل، ال25 هي الثيرد. عايز اجيب الاي يا قلب اخوك، اجيبها ازاي يا باشا؟ انا قلت لك في قانون كده حلو قوي، بيقول لك ان الميدل باور 2 على الثيرد. ما بنخافش، ميدل باور 2 يعني ايه؟ 5 باور 2 على الثيرد اللي هو كام؟ 25. تطلع بكام؟ ب 1. اللي بعده قال لك ال n of y باور 2 ايكوال 4. طيب تمام، يعني ال n of y بس بكام؟ خلينا نجيبها واحنا ماشيين كده. روت ال 4 كام يا اخواتي؟ ب 2. طيب قال لك الاكس ب 2 6، الاكس ب 2 وب 6 كام رقم دول؟ 2. يعني ال n of x بكام؟ ب 2. الله، يلا بينا. وعايز ال n of x تايم y، يعني عايز اعمل n of x ملتبلاي n of y، يعني 2 باي 2 ايكوال كام يا قلب اخوك؟ ايكوال 4. مستر انت ليه سريع كده؟ اهدى شويه يا عم، الدنيا بخير. بس عشان عايز زي ما اقول لك لما تشوف شكل الفيديو ان هو قصير ومستر حل امتحانات كتير في وقت قليل هيشجعك انك تحل. اي حاجه انت مش فاهمها وقف وعيد تاني عشان خاطري. طيب بيقول لك الميثودز اوف داتا كولكشن، احلها ازاي؟ مؤاخذة يا جماعة. طيب يلا بينا. سؤال 9 بيقول لك ايه؟ methods of data collection. بيقول لك خطوات ان اجمع اي داتا. والله يا جماعة mass population ولا primary sources ولا historical sources ولا secondary sources؟ اصح اجابتين البرايمري والسكندري. بصراحة مش هكدب عليك، هما الاثنين صح. الاثنين ينفعوا، بس احنا لو جينا للادق يعني مثلا انا دلوقتي المدرسة بتاعت حضرتك ده كده secondary source. حلو كلام بالمناسبة، مصدر ثانوي. طيب لو انا عايز اعرف كم واحد نجح في فصل في الماث في فصل مثلا اولى ثالث، اولى اعدادي، اولى ثالث، ماشي، او 1 3 او 1 سي ايا كان يعني، ماشي. فانا هعمل ايه؟ السهل ان انا ادور من الفصل اشوف مين نجح، ولا ادور من كشف المدرسه؟ اكيد ادور من كشف الايه؟ الفصل. فدي الاسهل، بس علميا الاثنين صح يا جماعه، علميا الاثنين صح. وانا واثق لو جات لك في الامتحان هيقول لك دي ودي يمشوا. اتفقنا؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك prove that. السؤال ده حلو. group 2 answer the following questions. prove that the points A 2 7 B 4 و negative 3 C و 3 و 5 are vertices of a triangle. عايز اثبت ان ده vertices يا جماعه لتريانجل. طيب احنا عارفين المفروض ان الفيرتيسز اوف تريانجل عشان خاطر تنفع لازم يكون مجموع الاثنين الصغيرين اكبر من اكبر سايد. فانا لازم اجيب مين؟ اهو ادي تريانجل اهو يا عم. تعال كده نرسم ايه؟ نتخيل مع بعضينا اهو، اهو واهو واهو. ادي A وادي B وادي C. انا الرحله اللي هشتغل فيها دلوقتي دي يا جماعه ايه هدفها؟ ان انا اطلع سايدين، تو سايدز الصغيرين بلس بعض يبقوا اكبر من اكبر سايد. طيب يلا بينا
نجيب اول حاجه الديستانس، هنجيب الاي بي وهنجيب البي سي وهنجيب الاي سي. وحضر آلتك معايا عشان ايه؟ واضح ان الموضوع هيبقى رخم شويه. اول حاجه عندي روت A و B، ادي x1 y1 ادي x2 y2. x1 minus x2 يعني 2 minus 4 all power 2 plus 7 minus negative 3. يلا بينا تعال نحسب مع بعض. دي هتطلع 4 ودي هتطلع 4 بره خالص بعد ما تخلص، ودي هتطلع ب 100 بعد ما تخلص، تبقى 104. روت 104. طيب تعالى معايا في اللي بعدها. هشتغل على البي سي صح كده؟ يلا يا باشا، يبقى الاول مع الاول والتاني مع التاني. يبقى 4 minus 3 all power 2 plus negative 3 plus 5 all power 2. دي هتطلع بكام؟ دي هتطلع ب 1 ودي هتطلع ب 4 تبقى روت 5. ماشي اللي بعده اي سي. يلا بينا. يبقى روت 2 minus 3 all power 2 plus 7 minus 5 تطلع بكام؟ هتطلع ال 2 minus 3. احسب يا عم انت وراك ايه؟ ده 1 وده 2 فهتبقى 4 روت 5 برضو. طيب واحده واحده. بص يا باشمهندس، المفروض ان انا لما اجمع دول مع بعض يطلعوا اكبر من ده. السؤال ده فيه غلطه. وش السؤال ده اكيد فيه غلطه. يعني دي لو كانت 3 بس كانت تبقى اشيك، كانت هتحل في ثانيه. فاهمين قصدي؟ يعني دي 100 104. طيب المفروض السؤال ده يا جماعه فيه غلطه. السؤال ده فيه غلطه. اتفقنا؟ مش المفروض روت 5 بلس روت 5 تطلع 2 روت 5، فالمفروض ال 2 روت 5 تبقى اكبر من روت 104، ودي طبعا لا، لانك لما تحسب دي تطلع معاك ب 5 بوينت حاجات او 4 بوينت حاجات، ودي هتطلع ب 10 بوينت حاجات. فده السؤال ده غلط. السؤال ده غلط وهشيله من المونتاج. سؤال 12 يا جماعه مع بعض بيقول لك ايه بقى؟ اي بي سي ذا رايت انجل ترينجل ات ايه. قال لك الاي دي بيربنديكولار على السي بي، والاي بي ب 20 والسي بي ب 25. الراجل ده عايز ايه؟ هو مديك كل حاجه اصلا. هو عايز السي دي بكام يا باشا عينينا، وعايز مين تاني؟ عايز الاي سي بكام؟ ده بكام؟ طيب وانا اسهل لي بصراحه، انا شايف انه اسهل لي ان انا اجيب الاي سي الاول. مش عارف، حاسس ان هي كده احسن. طيب تعالى نجيب الاي سي الاول. اجيب الاي سي ازاي؟ مش رايت انجل ترينجل يا جماعه؟ الاي بي سي رايت انجل ترينجل. الاي سي ده سايد عادي مش هايبوتنس، فانا اقدر اجيب الاي سي الاول اهو. الاي سي ايكوال روت الكبير باور 2 ناقص الصغير باور 2، 25 باور 2 ماينس ال 20 باور 2. تطلع بكام؟ هيبقى تطلع 15 سنتيمتر. كلام جميل قوي. يلا بينا دي 15. واحده واحده بقى. مستر قال لي ايه؟ عشان اجيب السي دي انا عايز اجيب ده. هو الاي سي باور 2 بيساوي ايه؟ الصغنن تايم كل ده. يعني يا مستر انت قصدك ان الاي سي باور 2 انا هكتبها الاول قانون اهو ايكوال السي دي تايم السي بي. طيب الاي سي بكام؟ 15 باور 2 ايكوال السي دي هسميه اكس عشان مش عارفه تايم السي بي بكام؟ ب 25 كله. يلا يا باشا دي بالتايم هتروح بالايه؟ بالديفايد. يبقى الاكس ايكوال 15 باور 2 على 25 تطلع ب 9 سنتيمتر. مستر انا عايز اسال السؤال معلش اتفضل. هو حضرتك دلوقتي لما جيت حليت
اكليديان ثيرم حضرتك عملت الاي سي ايكوال روت في الامتحان اللي فات على طول ده صح. هنا عملت باور 2. انا هستخدم انهي واحد؟ الاثنين صح، بس انا بستخدم باور 2 لما يكون عايز حاجه من اللي جوه دول ناقصين. طب لو هم جاهزين والسؤال جاي مباشر عايز الاي سي على طول، ساعتها هعمل ايه؟ روت واخلص نفسي. طيب السؤال اللي بعده يا جماعه، انا بفهمك ان ده مهم قوي بجد والله العظيم، مهم قوي السؤالين دول بالذات. طيب بكره الامتحان لما يجي هتفتكر ايه كلامي. بيقول لك بيقول لك اثبت لي ان ميجر اوف انجل اي بي سي اكبر من اي دي سي. المشكله يا جماعه في المساله دي لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل كونستراكشن ترسم خط بي دي. ما رسمتوش المساله صفر، يعني انت مهما تكتب هتاخد صفر. طيب يلا بينا. اول حاجه اقول له ايه؟ كونستراكشن درو بي دي. طيب انا رسمت بي دي، تعالى معايا بقى. انا كده فصلت المثلث عن مثلث، ده الهدف يعني. ماشي يلا بينا. الراجل ده بيقول لك ايه؟ امسك اول مثلث اللي هو اي بي دي. انا عندي يا جماعه السايد ده اكبر من السايد ده. قلت لك السايد كبير في وشه انجل كبيره، الايد في وشها مين؟ البي، يعني دي الكبيره ودي مين؟ الصغيره. كلام جميل. طيب انزل تحت في الترينجل التاني عشان ما اكتب مره واحده. بي سي دي ده في 5 وده في 4. ال5 قصاده انجل الكبيره وال4 قصاده انجل ايه؟ صغيره. طيب دي الكبيره اللي فوق اللي هي انجل اي بي دي الكبيره، وبرده انجل دي بي سي هي الكبيره. طبيعي لما اجمع دول على بعض هتبقى اكبر من الانجل اللي هي اي دي سي ولا لا؟ اكيد هتبقى اكبر. تعالى معايا. يبقى اقول له سنس الاي بي اكبر من، لا مش اكبر من، الاي بي اصغر من الاي دي، يبقى therefore measure of angle اي بي سي، اي بي دي اسف، اكبر من اي دي بي واسميها 1. المساله دي مشهوره قوي يا جماعه. تاني حاجه اقول له سنس ان البي سي او الدي سي بقى اكبر من البي سي، يبقى therefore measure of angle دي بي سي اكبر من سي بي دي، سميها 2. حلو كلام. هقول له بقى ايه؟ اد 1 و2، ودي برضو حاجتين هبص عليهم في التصحيح، اي مدرس هيبص عليهم في المساله دي بالذات. كونستراكشن واد، والله لو كاتب بليله جوه تاخد 3 درجات، ده بجد. فركز في الايه؟ في الرفايعه دي. اد 1 و2 يبقى استفدنا ايه؟ ان ميجر اوف انجل اي بي سي اكبر من ميجر اوف انجل اي دي سي. طيب اللي بعده بيقول لك if B is better proportional between A and C prove that ان A over B equals 7A plus B على 7B plus C. طيب يا باشا احنا هنا الاثنين. مستر قال لي لما اشوف السطر ده هو نفس السطر الثاني يقول لك ايه؟ لو A و B و C are in continuous proportion او ال B is mean proportional between A and C، كل دول بستخدم قانون واحد او قوانين دي. ال A equal سي كي باور 2 والبي ايكوال سي كي. طيب يلا بينا. اول حاجه المستر عليه بمسك الجزء السهل، جزء شمال الايكوال، يبقى الليفت. ابدا بالليفت الاول اهو. الاي اوفر بي ابدا اعوض، اشيل البي واحط الكي، احط مين؟ سي كي باور 2 على البي بسي كي، طير السي مع السي باور 2 مع الكي، بقى مين؟ الكي. رايت هاند سايد يلا بينا. 7A بلس B على 7B بلس C. يلا يا باشا. 7A يعني 7CK باور 2 بلس البي بكام؟ بCK على 7B يعني 7CK بلس C. يلا يا باشا خد الCK كومن فاكتور، يبقى 7K بلس 1
وخد السي كومن فاكتور يبقى ايه 7k بلس 1. طير ده مع ده وده مع ده يبقى ايكوال كام؟ ايكوال كي. تقول له الله ده الليفت قد الايه؟ الرايت. الله بعيد وجعته يكش يتمر. اللي بعده سؤال 15 ده بيقول لك ايه بقى؟ قال لك الاي والاي ب 2 و 3 والبي ب 5 و 6 و 7 find A تايم B او A كروس البي او A برودكت البي ايا كان مش فارقه معانا اصلا and represent it by an arrow diagram. يلا بينا. A تايم B مستر قال لي يا جماعه اول حرف بشوف ارقام وامشيه مع كل مع يعني مع تاني رقم. يعني ايه؟ بص كده اهو ادي ال 2 مش دي اول حرف اهو ايه فيها ايه 2 و 3 صح؟ يبقى 2 تمشي مره مع ال 5 ومره مع ال 6 ومره مع ال 7. نفس الكلام ال 3 مره مع ال 5 مره مع ال 6 ومره مع مين؟ مع ال 7. يلا يا باشا اكتب كده 2 5 عشان في ناس تقول 2 تايم 5 دي ناس جهله. 2 6 2 7 اللي بعده 3 و 5 3 و 6 3 و 7 بحبكم. اجيب الارو ازاي؟ اهو هات يا معلم ادي ايه وادي بي. اكتب ارقامك اكتب ارقامك وادي مساحه وما تبعدهمش عن بعض قوي ولا تقربهم من بعض قوي. ابدا اوصل ال2 مع ال5 مره مع ال6 مره مع ال7 مره 3 مع ال5 مره 6 مره 7 مره. لازم السهم يا جماعه ها؟ لازم السهم يكون في نص الخط ما يبقاش على الطرف. اللي بعده سؤال 16 بيقول لك represent f graphically f of x equal x plus 2. يلا بينا. انا قلت لك بنعوض الاكس ثلاث ارقام 0 1 و2. حط الاكس مره ب 0. 0 بلس 2 كام؟ ب 2. 1 بلس 2 كام؟ 3. 2 بلس 2 كام؟ 4. تعال نعوض هنا بقى. ادي الزيرو اطلع لحد ال2 ادي اول بوينت. تاني بوينت 1 لحد ليه؟ 3. تالت بوينت ال2 لحد فين؟ ال4. واصور كده اهي واوصل كده قصدي زي العسل والله العظيم زي العسل. طيب اشرب بقين ميه واجي لكم. بيقول لك the radius of a circle 6 سم its area. بصوا يا جماعه يلا بينا نبدا. موديل 3 بيقول لك ايه بقى؟ choose the correct answer. يلا بينا. the radius of a circle 6 سم then its area بكام؟ الاريا يا جماعه of circle بتساوي ايه؟ باي ار باور 2. طيب واحده واحده الباي موجوده صح؟ خلاص فاضل ار باور 2 يعني 6 باور 2 بكام؟ ب 36. يلا اللي بعده. بيقول لك the solution set of the inequality 2x اكبر منها وبتساوي 14. طيب يا عم عشان اجيب السوليوشن سيت هعمل ايه؟ دي بالمالتبلاي تروح بالايه الاول؟ بديفايدد 2 يبقى الاكس اكبر منها وبتساوي ايه؟ 7. يلا بينا. يبقى ال 7 كلوزد لحد الانفينيتي اوبند صح كده عشان الاكس الاكبر. اوكي فتبقى ال 7 كلوزد انفينيتي اوبند. يلا بينا. الراجل ده مديك الاي والبي خلاص بقى احنا بدانا نحفظ يا مستر. عايز الديستنس يبقى الاي بي ايكوال كام؟ روت هوبا x1 y1 x2 y2. يلا بينا اجمع الاكسات مع بعض ادي نيجاتيف 4 ماينس 4. اجمع الوايات مع بعض يا رب الورقه المكان يكفي اهو. الله احسب يا باشا. ادي نيجاتيف 6 و6 تطلع 6 روت 2 اصول يعني على حسب ما انا حاسبها. لا دي نيجاتيف 8 ماشي بقى 10. شكرا. يلا يا باشا اللي بعده. بيقول لك انا عندي رايت سيركلر سلندر الراديوس بكام؟ ب 6 الار ب 6 والفوليوم ب 180 باي. هو عايز الهايت بكام؟ يا باشا حقك اقسم بالله حقك انت مش غريب. طب احلها ازاي بقى؟ بص يا معلم. اول حاجه عندي عشان اقدر اجيب الهايت ده بيساوي ايه؟ بلاش هات الفوليوم يا عم. الفوليوم بيساوي ايه؟ باي ار باور 2 اتش. طيب تعالى معايا. الكلام ده بيساوي ايه؟ 180 باي. انا هبدا اعوض حاجه. انا عندي الراديوس بكام؟ ب 6 يبقى تايم 6 باور 2 تايم الهايت ايكوال 180 باي. انت لو شواف هتعرف ان دي هترمي مع دي. يلا دي هتروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايد. يعني الهايت ايكوال 180 اوفر 6 باور 2 تطلع بكام على الاله؟ اول مره 30 تاني مره تبقى 5 يبقى الاجابه 5. اللي بعده بيقول لك ايه؟ the fourth proportional
4 8 و 12 و 14 يعني 8 على 12 ايكوال 14 على اكس انا مش عارفه ده الرابع. يلا بينا نجيب الاكس ازاي؟ كروس مالتيبليكيشن الجميله اللي اتعودنا عليها 14 باي 12 اوفر 8 تطلع بكام؟ 21. كلام جميل. اللي بعده السلوب اوف ستريت لاين which passing through 105 نيجاتيف 25 ادي x1 y1 ودي x2 ya 2. يلا يا باشا ادي y2 minus y1 على x2 minus x1 يبقى 5 minus 5 over negative 2 minus 1 تطلع بزيرو. اللي بعده f of x equal 5. ال 5 دي يا جماعه معناها constant. افتكر كويس جدا الكونستانت ده يا جماعه يعني مهما عوض مكان الاكس هيديني الناتج اللي هو مديوني اللي هو 5. طيب تعالى كده يعني هو عايز f of 9 ديفايد f of 3 يعني عايز من الاخر f of 9 كده على f of 3. تعال نعوض يا باشا. مستر قال لي مهما عوض مكان الاكس برقم هيديني الناتج كام؟ 5. بشيل دي 5 واشيل دي برده ب 5. اوعى تسخن منك وتقول لي يا مستر ايه يعني كده اول ما الاقي سؤال زي ده احط الاجابه على طول كده اي حاجه ب 5؟ لا على حسب. هنا لو ب 5 يبقى اي حاجه تعوض بيها تطلع 5. لو هنا كان 6 يبقى اي حاجه تشيلها تحط مكانها 6 وهكذا. ربنا يستر. تطلع ب 1. تقول لي 1 ازاي يا مستر؟ 5 ديفايد 5 ب 1. يلا اللي بعده بيقول لك ايه؟ قال لك الاكس واي بلس 1 ايكوال 2 7. عايز الاكس بلس واي على بعضيها بكام؟ يبقى لازم يكون عارف الاكس بكام والواي بكام. طيب يلا بينا. بيقول لحضرتك ايه؟ الاول قد الاول والثاني قد الايه؟ الثاني. يعني الاكس ب 2 ماشي بلس واي بلس 1 ايكوال 7. تعال نكتبها على جنب يا عم ونحسبها. بلاش ايه ننجزها اهي يا عم. دي بوزيتيف تروح نيجاتيف يبقى الواي بكام؟ 7 ماينس 1 ايكوال 6. يبقى 2 بلس 6 ايكوال كام؟ 8. اللي بعده the sources of collecting data is primary and ايه secondary. قلت لك لو خدت بالك ده كان في الامتحان اللي فات بالظبط قلت لك ما ينفعش يحط الاجابتين دول. فهمت اللعبه؟ طيب يلا بيقول لك ايه بقى؟ جروب 2 بيقول لحضرتك in triangle xyz xy equal 3 xz equal 5 الyz equal 4 arrange the the angles of the triangle in descending order من كبير للصغير. طيب انا لو رتبت السايدز من الكبير للصغير هعرف ارتب الانجلز من الكبير ايه للصغير. مين اكبر واحد؟ اكس زد اهو. يلا بينا. ها مين اصغر منه؟ واي زد. مين اصغر منه؟ اكس واي. بالترتيب كده. يلا بقى هبدا اجيب الانجلز. انا باخد الغاب مش هو تريانجل اكس واي زد. انا هشوف السايدز عندي مين الحرفين اللي عندي يبقى الانجل الحرف الناقص. يعني مثلا اهو اكس وزد ادي اكس وزد فاضل مين؟ الواي يبقى انجل واي. يلا واي زد مين الحرف الناقص؟ الاكس. اكس وواي مين الحرف الناقص؟ الزد. يلا اللي بعده يقول لحضرتك ايه؟ A team play for match لعبوا 40 ماتش. حلو الكلام؟ and the following table show the probability احتماليه المكسب او الخساره. طيب يلا بينا. انا عندي البلاي ب 0.7 اعتقد دي يقصد بيها وين هو بس متلخبط معلش. تمام؟ والدرو اللي هو تعادل مش يرسم 0.2 يبقى اللوس كام؟ يا باشا انا عندي مجموع البروبابيلتي كلها بتاعت اي موقف بتساوي 1. فانا عشان اجيب اي حاجه ناقصه هعمل 1 ماينس السم يعني 0.7 بلس 0.2 تطلع بكام؟ 0.1. كلام جميل. طيب تاني حاجه عايز ايه؟ بيقول لك the expected number of matches will the team won. خلاص انا اشوف فين البروبابيلتي اللي هتكسب مش 0.7 يبقى 0.7 تايم توتال الماتشات اللي هي ال 40 تطلع ب 28. كلام جميل. قال لك the expected number of matches will the team lose يعني هعمل 0.1 في 40 تطلع بكام؟ ب 4. السؤال اللي بعده in the opposite figure find the length of dB. عايز اعرف الدي بي بكام. والله يا مستر انت مش غريب يعني بس انا لو عرفت السايد ده كله بكام انا مشاكلي اتحلت صح؟ طب تعالى يا عم نعرف هو البي سي ده لو بصينا على الترينجل اللي تحت مش هقدر اجيبه البي سي كله؟ ازاي؟ بالبايثاغورس. البي سي عندي يا جماعه اقدر اجيبه لان ده هايبوتنس اهو هايبوتنس عادي اهو في وش ال 90 يبقى هعمل روت 7 باور 2 بلس 24 ايه باور 2
تطلع 25 سنتيمتر. كلام جميل قوي كده، احنا خلصنا خلاص، جبنا كل ده بكام؟ ب 25 سنتيمتر. انا عايز اجيب الدي بي بقى. الدي بي يا جماعه مستر قال لي انا بشوف الحرف اللي من غير 90 اللي هو ده، يبقى القريب تايم كل ده، يعني روت 9 باي 25 تطلع 15. اللي بعده بيقول لك والله انا عندي ميجر اوف انجل اي سي دي ب 150 وميجر اوف انجل اي بي سي ب 110. بيقول لك اثبت لي ان الاي سي السايد ده اكبر من السايد ده. طب والله يا مستر قلت لي قبل كده السايد الكبير لازم يكون قدامه انجل ايه؟ كبيره. السايد الصغير قصاده انجل ايه؟ صغيره. طب عادي، ما انا هجيب دي واجيب دي، سهله جدا. يلا بينا. هي دي ب 150، مش ده كله ستريت انجل او ستريت لاين؟ اجيب الانجل دي ازاي؟ 180 ماينس 100 ايه؟ 50. تطلع بكام؟ ب 30. طب هنا 180 ماينس 100 ايه؟ 10. تطلع بكام؟ ب 70. يبقى دي ب 30 ودي ب 70. انجل بي اكبر من انجل سي، يبقى السايد اللي قصاد انجل بي اللي هو الاي سي اكبر من مين؟ من الاي بي. تعالى بقى نكتب الكلام ده. هنقول له كده ميجر اوف انجل اي سي بي ايكوال 180 ماينس مين؟ 150. تطلع 30. كلام جميل. ميجر اوف انجل بي او اي بي سي عشان التفاصيل ايكوال 180 ماينس 110 يطلع بكام؟ 70. تقول له كده ميجر اوف انجل بي اكبر من ميجر اوف انجل سي، يبقى الاي سي اكبر من الاي بي. فين المايه يا ابني؟ مش حد واقف وانا اللي قاعد بكلم نفسي اصلا. واحد اتجنن والله. يلا ما علينا. يا ساتر يا رب. يلا بينا. السؤال ده بيقول لك ايه؟ والله حاجات سهله قوي. بيقول لك ال A to B equal 2 to 7. Find the value of 6A plus 4B over 3A plus 2B. اشرب بق بس. هو ال A to B يا جماعه مش معناها A over B؟ صح كده؟ طيب يعني ال A ب 2M وال B بكام؟ ب 7M. صح كده؟ طب يلا بينا. ابدا اعوض بقى، طالما قال لي فايند ذا فاليو يعني هبدا اعوض. هكتب كده المساله عادي جدا اهو. تعال ننام عشان زهقت من الازرق. ادي 6A بلس 4B وهنا 3A بلس 2B. يلا يا معلم، ادي 6A يبقى 6 2M بلس 7. لا دي مش 7 دي 4. يبقى 4 البي بكام؟ 7M على 3. اشيل الاي واحط مكانها كام؟ 2M. على فكره يا جماعه مش شرط 2M، ممكن 2K، هي اصلا مش شرط. طيب يلا بينا. بلس 2 البي بكام؟ ب 7M. اجي اجمع اللي فوق ادي 12 بلس 28 ادي 40M. اجمع اللي تحت 6 بلس 14 20M. لم تروح مع الام يتبقى 40 اوفر 20 على تدينا كام؟ 2. طيب بعده بيقول لك if x 4 و5 و6 و7 دي ناشف والواي 1 و2 و3 و4 بيقول لك ار از ريليشن مش عارف بلا بلا بلا. قال لك ال a بلس b ايكوال 8. يعني لازم اجمع رقم من الاكس مع رقم من الواي مجموعهم يدينا كام؟ 8. ما ينفعش لا اقل ولا اكتر. هو عايز الار وعايز اعرف هي فانكشن ولا لا. تعالى معايا. اول حاجه يا جماعه عشان اجيب الار، الار بتساوي ايه؟ يلا بينا اشتغل. 4 بلس كام تدينا 8؟ 4 بلس 4 صح؟ طب ال 4 موجود هنا يبقى 4 و4. خش على اللي بعده. 5 وكام؟ و3. الموضوع بقى سهل. رقمين مجموعهم 8. 6 بلس 2 8. طيب 7 بلس 1 8.
ابوس ايدك اول رقم تكتبه بيبقى تبع الاكس وتاني رقم تكتبه تبع الواي. طب قال لك از ار ا فانكشن ولا لا؟ طب يا عم واحده واحده، بيقول لك واي هي فانكشن ولا لا؟ انا بتست ازاي؟ بشوف كل اليمنت من الاكس اتكتب مره واحده ولا لا، ولازم يكونوا كلهم اتكتبوا. يلا 4 5 6 7 كل واحده مره. انا ببص على الاكس ماليش دعوه بدي. يعني هتقول لي يا مستر الفورم متكرره، لا يا حبيبي انا ببص على اول رقم بس. اول رقم هنا 4 5 6 7. في حاجه اتكررت؟ لا. في حاجه ما اتكتبتش من الاكس؟ لا كلها مكتوبه. يبقى اقول له يس. بعد كده تقول له ايه بقى؟ because all element، كل عناصر الاكس all element of x has one، ليها صورة واحدة one image only. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك represent graphically the function f of x equal x plus 3. يلا بينا هنحط الاكس مرة ب 0 و 1 و 2. 0 بلس 3 3، 1 بلس 3 4، 2 بلس 3 5. ابدأ اشتغل هنا، اطلع فوق سنة. ادي 0 ل 3 وادي 1 ل 4 وادي 2 ل 5، وترسم الخط الجامد ده. وبس كده يا معلم. وبكده نكون حلينا معاكم النماذج اللي نزلت. اتمنى تكون كده مركز مع نفسك وتركز في حلك وتذاكر كويس. خلاص يا جماعه، انت اعتقد لما تشوف الفيديو ده هيبقى قدامك اقل من 12 ساعه على الامتحان، فصدقني كل دقيقه هتفرق معاك. انا ما بقولكش ان انت تقعد على الكتاب طول اليوم، لا عادي هتفصل شويه، تقابلك شويه على الموبايل، تاكل لقمه بتاع، تتحرك هنا او هنا في قلب الشقه كده، مفيش اي مشكله من كل ده. بس لما تقعد على الكتاب اقعد على الكتاب بجد. تمام؟ حاول تنقذ ما يمكن انقاذه. يعني احنا شوف هنقدر ننقذ ايه بمعنى صح. فبعد اذن حضرتك كده، في الاول وفي الاخر انت مالكش الا نفسك، مالكش الا مجهودك اللي هتشوفه في النتيجه واللي هتشوفه في حياتك بعد كده. وصدقني صدقني مش كل حاجه، ما تستسهلش ان كل حاجه انك سؤال مش عارفه فهتلغيه ولو جه في الامتحان تغشه والكلام ده كله. لان انا عارف في هتستر معاك سنه والثانيه والثالثه، وهتيجي في سنه تقوم عامل لك دروب ابن حلال، هتشوف سواد بجد والله. فاجتهد من صغرك عشان خاطر الانسان اللي بيبقى كل الناس بتبص له وبتحترمه هو الانسان اللي هو ليه قيمه في الدنيا، اللي هو ليه علمه. فاهم قصدي؟ بس ف خليني احترمك وخلي الناس تحترمك وخلي اهلك يفرحوا بيك، وذاكر كويس واعمل اللي عليك وربنا يوفقك يا رب. وهستناك تطمني عملت ايه في الامتحان واشوفك على خير. السلام عليكم.